الخرافة رقم 7 وهي قريبة شوية للخرافة رقم 6 بتاعة الغسول. في معتقد كده بالذات لأصحاب البشرة الدهنية أو اللي فيها حبوب، إن إحنا لو جبنا سكراب جزيئاتها كده ناشفة وعملنا سكراب، أو حتى عملنا سكراب في البيت وجبنا قهوة خشنة وسكر وعملنا سكراب جامد، بشرتنا هتنضف والمسام هتنضف والحبوب هتقل. أحب أقول لكم إن ده غلط خالص. السكراب لما هيكون جزيئاتها خشنة هتعمل جروح في البشرة انتوا مش هتشوفوها، وده هيعمل التهاب، وكمان هيزود الحبوب وهيفتح المسامات أكتر، وهيعمل مشكلة كبيرة جدا انتوا في غنى عنها. السكراب الخشنة دي غالبا آخرها بس لو مكان في الجسم، وبرده مش زيادة، وما نقعدش نعمل كتير علشان برده ما يحصلش التهاب. فخدوا بالكم ان في حاجات كده معينة ممكن نكون فاكرين ان احنا لما نتوصى بيها ونعملها بضمير هيبقى نظافة اكتر وهيبقى حبوب اقل. لا خالص، الموضوع ده بيزود التهاب البشرة. حتى لو انتوا مش شايفين، مش لازم البشرة تلتهب وتحمر وتورم، هو ساعات ده بيحصل على فكرة، لكن في ناس بتعمل كده ومش بتشوف النتيجة دي على بشرتها، لكن هو اوريدي حصل جروح في بشرتها. فبلاش السكراب الخشنة على الوش، وكمان استخدموا الحاجات الطبية اللي موجودة في الصيدلية، دي هتكون أخف وأحسن. وبلاش يبقى التقشير تقشير جامد بحاجات تقيلة على البشرة. واشوفكم في خرافة جديدة.